قناة فن تربية الحمام هي دليلك الشامل في تربية الحمام بكل أنواعه، ومش بس كده، كمان بنقدم لك تربية الأرانب بكل أنواعها، وتربية عصافير الزينة بكل أنواعها، وكمان بنقدم لك تربية الفراخ البيضة والساسو والبط والديوك الرومي. كل ده عملناه داخل القناة بتاعتنا، وكمان وفرنا لحضرتك رابط موقع إلكتروني خاص بالقناة هتلاقوا موجود عليه جميع المقالات الحصرية بتاعة القناة بتاعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة ان شاء الله. رجعنا لكم تاني في يوم مهم وفي فيديو مهم جدا للناس اللي بتشتكي من قلة البيض عندها في الحمام، وكمان بيشتكولي من ان البيض بيكون فاضي ما فيهوش تخصيب. جالي اسئلة كتير جدا بسبب الموضوع ده. انا جايب لك النهاردة ان شاء الله مشروب قوي جدا وفعال جدا. بيعمل ايه بقى المشروب ده معانا؟ عد معايا الفوائد بس. رقم واحد، منشط قوي جدا للذكورة وللخصوبة بتاعت ذكورة الحمام وإناث الحمام. رقم اتنين، غني بالبوتاسيوم والحديد والفيتامين والمغنيسيوم وجميع العناصر الغذائية المفيدة جدا لصحة الحمام. رقم ثلاثة، بيحسن حجم الزغاليل ويخلي حجم الزغاليل حجمه كبير. رقم أربعة، تنزل دلوقتي تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل ما هو جديد، وتعمل لنا لايك وتعمل لنا تعليق، لأن الكلام ده يا جماعة بيفرق معانا جدا في انتشار الفيديو على منصة اليوتيوب. رقم خمسة، مش مكلف وسعره رخيص وموجود في كل بيت، ولو حتى مش موجود هتجيب ب5 جنيه او ب6 جنيه او حتى ب10 جنيه من عند العطار لو عندك كمية حمام كتيرة. رقم ستة، آمن جدا على الزغاليل الصغيرة اللبة، الزغاليل اللبة اللي هي زي ديت يا جماعة اهو، وسع كده يا الزغاليل اللبة اللي زي دي زغاليل لبة، آمن جدا ليهم يا جماعة لأنه عشب، مش مادة كيميائية. تمام. رقم سبعة، سعره رخيص زي ما احنا ما اتكلمنا، ومفيد جدا للحمام بصفة عامة والعصافير الزينة والطيور. طيب بيعمل ايه بقى تاني؟ المشروب ده مشروب يعتبر سحري، وكمان له اكتر من طريقة. انا هنا عامله في المية زي ما انتم شايفين اهو، غالي في المية اهو ومظبط الدنيا فيه تمام، وبيتحط على مية الشرب. طيب في واحد هيقول لي لا انا عايز مثلا، شفت له طريقة تانية، ممكن يتحط على كلفة الحمام. وانا كمان بحط المشروب ده او بحط الحلبة، اللي ان المشروب بتاعنا يا جماعة ده حلبة، دي حلبة حصى تمام اهي ماشي. انا بعمل ايه بقى؟ انا كمان بحطها في التحديق بتاع الحمام نفسه. الحلبة الحصى كمان رقم من فوائدها، الفايدة رقم 8 او 9، ان هي طاردة للديدان تمام، وكمان طاردة للحشرات اللي في الحمام، لان الحلبة ريحتها نفاذة، والحمام الحشرات اللي فيه مش بيطيق ريحة الحلبة فبيطير. يبقى انت كده حليت مشاكل كتير جدا عندك في تربيتك للحمام. ان شاء الله المفاجأة معانا ان انا هعمل جوز حمام زي دول مودينا ايطالي زي ما انتم شايفين كده اهو، هقدمهم ان شاء الله باذن الله، هقدمهم هدية لواحد من مشتركين القناة. جوز حمام مودينا هيكون على وش شغل او شباب على حسب الرزق اللي موجود، ولكن ان شاء الله هقدم الجوز ده هدية لمشتركين القناة. فلو لقيت ان الفيديو ده عمل تفاعل كبير على منصة اليوتيوب وفي اقبال على الفيديو وفي حركة، ان شاء الله هعمل فيديو هقدم فيه جوز حمام مدينة لمشترك من مشتركين القناة، وهنقول شوية شروط بسيطة جدا نقولها، اللي هينفذها ان شاء الله هيدخل السحب معانا، والسحب هيكون عن طريق برنامج وهيكون في بث مباشر منعا للتلاعب ومنعا لأي حاجة خالص. فبإذن الله هتستلم جوز حمام مودينا ايطالي زي ما انتم شايفين اهوت، حجمه صحه ما شاء الله، هديه لواحد هديه من متابعين القناه. فلو انت مش مشترك في القناه انصحك جدا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، عشان خاطر الفيديوهات اللي جايه بعد كده هتكون فيديوهات ضرب نار وشغل من الاخر.
طيب نرجع تاني بقى نتكلم عن الحلبة. الحلبة زي ما قلت لك فيها فوائد كتير انا ذكرتها، والحلبة بتتقدم باكتر من طريقة. انا عن نفسي بحب اما اقدمها سك اقدمها للحمام في مية الشرب زي ما انتم شايفين كده، وكمان بتكون دايما موجودة عندي في التحديقة بتاعت الحمام زي ما انتم شايفين. طريقة الاستخدام كالآتي: هتجيب وعاء زي ده ماشي، وتحط فيه معلقتين كبار من الحلبة الحصى، وتزود الباقي مية وتسيبها في موجودة تاني يوم الصبح تستعملها، او ممكن تزود عليها المية اللي انت هتحطها، تحط لها مية سخنة، مية سخنة تغلي مية وتفضيها هنا كده مع على الحلبة الحصى، وتسيبها كده متغطية بحاجة لحد ما ايه ما تبرد خالص وتهدى وتخر المية اللي فيها، هتكون بالشكل ده. دي كلها طبعا ما كانتش حلبة، الحلبة اللي انا مفضيها من الوعاء ده كانت وصلت لحد هنا، يعني ربع الازازة دي، الازازة دي 2 لتر كان ربعها لحد هنا حلبة، انا زودته عليها كده. طيب ايه تاني؟ طبعا لازم تقدم الحلبة بتاعتك في المية بعد الاكل. انا مقدم لهم الاكل زي ما انتم شايفين اهوت، والحمام كله جعان وبياكل اهو، عشان خاطر لما تقدم الحلبة وتفضيها كده وتقدمها للحمام تلاقي ان الموضوع الحمام بيشرب على طول ومقبل على الشرب، فيتم شرب الحلبة من غير اي مشاكل. ده للناس اللي هي بتقول ايه، بتقول ده مثلا يا عم محمد ما الحلبة الحمام ما بيشربهاش. انا قلت لك اهو، تحط الاكل الاول للحمام يكون جعان وتحط له وجبه الاكل زي ما انتم شايفين اهو، ما عندهمش اي نوع من انواع الميه خالص، انا شايل الميه كلها من عندهم حتى العصافير. وبعد كده اهو هاجي مفضي بقى الميه دي هنا واحطها للحمام، وهتلاقوا الحمام بيشرب منها عادي جدا جدا. اهو يا جماعه انا كده فضيت اهو الحلبه للحمام بتاعنا اهو، وهتيجي رايح بقى كده يا باشا مشرب الحمام وحاطط له الحلبة بتاعته. طبعا الحمام اكل فايه هيقبل على الحلبة. تمام اهو اهو، ان شاء الله هيبقى فيديو تمام وهيبقى صحتهم زي الفل. طيب تعمل ايه تاني، او ايه اللي ايه الخطوه اللي بعد كده، او ايه مثلا المده اللي هي بتحط فيها الحلبة للحمام؟ الحمام بيتحط له الحلبة زي ما انتم شايفين في المية كده كل اسبوع مرة واحدة، كل اسبوع مرة واحدة بس. تمام، وان شاء الله هتلاقي تحسن جامد جدا في الفرخ بتاعك وفي حجم الزغاليل بتاعتك، وكمان لو في اي مشاكل في خصوبة البيض هتتحسن وهتتعالج وهتبقى زي الفل. بس انت واظب بالاستمرارية، مش من اول مرة يا جماعة، مش من اول مرة الحلبة بتجيب نتيجة او اي اعشاب بتجيب نتيجة. انا عايزك تستمر عليها. لو انت جبت ب5 جنيه وخدت منهم معلقتين هتكفيك شهر، هتكفيك ال5 جنيه شهر كل اسبوع. تمام، يبقى انا عايزك تستمر، وان شاء الله اللي جاي جديد واللي جاي هيكون فيديوهات قوية جدا. ولو انت وصلت لحد هنا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتدعمنا باللايك والتعليق، واشوفكم ان شاء الله في يوم جديد وفي فيديو جديد من فيديوهاتنا. وما تنسوش تقولوا لحبايبكم واصحابكم ان قناه فن تربيه الحمام عامله مسابقه على جوز حمام مودينا ايطالي، حاجه نظيفه زي ما انتم شايفين اهي، يا اما جوز شباب على وش شغل، يا اما جوز شباب قدامهم ريش، يا اما جوز زغاليل. يعني هنشوف الوقت والدنيا هتبقى معانا ايه، وان شاء الله مش هبخل عليكم باي حاجه، عشان خاطر الناس لما يعرفهم يشتركوا في القناه ويفعلوا زر الجرس وينتظروا الفيديو بتاع الحلقه بتاعت المسابقه وشروطها. اشوفكم ان شاء الله في يوم جديد وفي فيديو جديد.